الأسطورة، القدوة، الفتى الطيب والبريء، الملك تشونج ميونج راجع وهو في قمة تألقه وقمة مجده. شبابنا اخباركم ايه؟ لسه مخلص الشباتر الجديده اللي نزلت وحابب اقول لكم انه الملك رزعنا بتاع 15 افيه كل واحد اعلى من التاني. المهم هنعمل ايه في الفيديو ده؟ هنعمل ريكاب سريع لاحداث المنهوه، وده لان المنهوه واقفه بقالها حوالي سنه ونص تقريبا، وطبيعي نسبه كبيره مننا نسينا الاحداث، فبدل ما ترجع تشوفها تاني من اول وجديد لا انا هعدي لك عليها بشكل سريع بحيث اعمل لك ريفريش للذاكره تاني وتقدر تبدا بدايه من الفصول الجديده. والكلام ده معناه ان الفيديو ده موجه للي شاف المنهوة لحد ما توقفت. لو انت ما شفتش المنهوة فما تشوفش الفيديو وروح شوفها احسن لك بكتير، لان ده مش ملخص، ده ركاب. انا هعدي على الاحداث بسرعه كبيره وشكل عام، ومش هتستفاد من الفيديو ده اي حاجه لو ما شفتش المنهوة، روح شوفها احسن. المهم هنعدي بسرعه كبيره على حدث رجوعه بالزمن بعد معركه تشونما، وان الطائفه ماتت وشبعت موت وجوع وفقر وذل، وانه رجع للطائفه تاني واهم ميتين اهل العيال اللي في سنه واللي اكبر منه، كل ده معروف، والجماعه اللي كانوا مدينين الطائفه، وبعد كده رجع املاك الطائفه ليها تاني، وكذلك لما رجع تقنيات الطائفه تاني، ورزعنا اجمد لقطه في المنهوة كلها لحد دلوقتي. كل ده البدايه يعتبر. اول حدث مهم محتاجين نرجع له في الركاب هو الحاج هوانج داي، راجل تاجر كبير جدا وغني جدا وفاحش الثراء، ربنا يكرمه كمان وكمان. الراجل ده كان على فراش الموت وما كانش حد لاقي علاج ليه نهائيا، وتشونج ميونج اكتشف ان حد من الحاشيه بتاعته عامل له مرض بنبته شيطانيه، وراح فتانا المتالق عشان يعالجه، وهناك قابل شيخ من طائفه جونج نام اللي بيكرهه طائفه هوا. طبعا ابننا حرق دمه وقدر انه يكشف مين الشخص اللي سبب مرض التاجر الكبير وليه عمل كده وعالجه كمان. وعشان التاجر ده يرد جميل تشونج ميونج فهو قلل تعامله مع طائفه جونج نام ونقل تجارته ودعمه لطائفه جبل هوا. وفي وسط الحدث ده تشونج ميونج بيكتشف ان طائفه جونج نام استغلت قتال طائفه هوا زمان مع تشونما وتدمير فنها القتالي وانحدارها، وقلدوا الفن القتالي بتاعهم ونسبوه ليهم. فهنا حقد وكره تشونج ميونج ضدهم زاد اكتر واكتر، وحلف انه هيطلع ديك ابوهم واحد واحد. ما تستغربوش من شكله، ده مش عيب رسم ولا عيب شابتر ولا عيب موقع، هو فعلا كان مبطرخ وقتها من كتر الاكل. المهم بيرجع للطائفه بكل الخير في ايده، وبعدها نبدا نسمع عن مؤتمر جونج نام وطائفه هوا، وهي معركه قتال تقليديه بين الطائفتين، وبسبب انحدار طائفه هوا فكان المؤتمر ده من جانب واحد لطائفه جونج نام، وده كان وش تشونج ميونج لما عرف انه هيجيله فرصه يدوس على وش جونج نام. المهم بعدها بيرجع تلاميذ الجيل الثاني للطائفه. صح كان في حد بيعارضني لما قلت على تشونج ميونج نسوانجي في فيديو موريم لوجن. تشونج ميونج اهو بيفليرت على يو سيول وهي بتتدرب، جمال خلاب تحت ضوء القمر، ناعمه وقويه وانيقه. اتاكدت ولا جاء؟ المهم تلاميذ الجيل الاكبر بيرجعوا عشان يعرفوا ان الطائفه بقى ليها كينج جديد ويخضعهم ليه، وبعدها بيوصلوا تلاميذ جونج نام والشيخ بتاعهم اللي ابننا كالعاده بيحرق دمه. وطائفه جونج نام كانوا جايين علشان يذلوا هوا ويقولوا ان الحدث ده هو اخر مره يحصل، لان الفعاليه دي ما بقاش في فايده ليها بالنسبه لهم لانهم على طول بيكسبوا، وطائفه هوا ما بقاش ليها لازمه. بتبدا المسابقه، تلاميذ الجيل الثاني كلهم بيخسروا، والموضوع ده بينرفز ابننا بشكل مبالغ فيه، فبيخرج قبل دوره ويقول لهم طلعوا اي كلب فيكم، والكلب ما خدش في ايده غلوه. وبعدها تلاميذ الجيل الثالث اللي كانت تشونج ميونج بيعذبهم كلهم كسبوا. وبعد فوز تشونج ميونج وتلاميذ الجيل الثالث المنافسه كانت تعادل، 10 فوز لهوا و10 فوز لجونج نام، فكان لازم حل. يطلع ابننا ويكمل حرق دم ليهم ويقول لهم تعالوا نلعبها باتل رويال، تلاميذ الجيل الثالث بتوعنا اللي كسبوا ضد تلاميذ الجيل الثاني بتوعكم اللي كسبوا، وبنظام الافضل مستمر. هو كان عايز يكسبهم كلهم لوحده ويهينهم عموما، وده حصل فعلا وفازت طائفه هوا. وبعد الحدث ده تلاميذ الجيل الثاني خضعوا للملك وبقوا من البفه اللي بيعذبهم كل 2 و3 في التدريبات. بيحصل بعد كده تايم سكيب لمده سنتين، وبيجي شخص من الطائفه الفرعيه لجبل هوا يقول لهم ان طائفه وودانج مستقصداهم وعايزينهم يقفلوا الطائفه الفرعيه بتاعتهم علشان فتحوا طائفه قصادهم. فطبعا بيبعتوا تشونج ميونج وشلته، وابننا تعامل معاهم بمنتهى الادب وقله الادب في نفس اللحظه. بس وسط الاحداث دي بنعرف ان في مقبره مليانه كنوز لفنان قتالي قديم، فطبعا تشونج ميونج بيجمع الرجاله ويروح للمقبره دي اللي للاسف بتطلع فخ، وطلع ما فيهاش كنز ولا اي حاجه. بس بعد ما يخرجوا من المقبره بيقدر تشونج ميونج انه يحل اللغز والفخ وكل حاجه، ويقدر يلاقي الكنز الاهم اللي مرتبط بيها، واللي كانت طريقه تحضير حبوب طاقه قويه جدا. ويرجع بعدها للطائفه وهو جايب لهم معاه خيرات السهول الوسطى كلها، بس عشان يحضروا
الحبوب دي فلازم لها مواد واعشاب، فهيلجأوا لمين؟ ايوه بالظبط، النقابه التجاريه السريه فحش، سريه جدا، سريه بغباء، ربنا يكرمهم كمان وكمان. بس للاسف النقابه دي ما قدرتش تجمع كل المواد المطلوبه لان الموضوع كان خارج قدرتهم تقريبا كده، يعني حد حسدهم. هم كانوا قادرين بعلاقاتهم يجيبوا كل المواد ما عدا حاجه واحده بس، عشبه اسمها العشبه البنفسجيه، والعشبه دي موجوده في يونان، وده بسبب عشيره اسمها عشيره الوحش البربري منعت اي حد من السهول الوسطى انه يوصل ليونان، وده بسبب ان وقت الحرب ضد الطائفه الشيطانيه مفيش اي حد ساعدهم نهائي غير شخص واحد بس، وبسبب كده بقى يكرهوا كل طوائف السهول وقطعوا كل العلاقات معاهم ومنع دخول اي حد منهم ليونان. طبعا ابننا اتعفرت وقال انه هيروح بنفسه، ولما الخدامين زمايله اللي معاه وبداوا الرحله، طريقهم بيعدوا على سيتشوان، المنطقه اللي بيسيطر عليها عشيره تانج، وفي نفس الوقت المكان اللي فيه عيله جوجيول كيس الملاكمه المفضل لتشونج ميونج، واللي كانت عيله تجاريه كبيره جدا، وكانوا عايزين ابنهم يسيبوا من الطائفه والكلام ده كله ويرجع يهتم بتجاره العيله، والكلام ده اترفض رفض قاطع وحاسم ودامغ. وبعدها بيجي عيل شبه كل العيال اللي بتتضرب دي، بس المره دي من عشيره تانج، ما تعرفش ليه والله كلهم شبه بعض، يعني بص كده هم نفس الخلقه بس بيغيروا اللبس. المهم يجي يقول لهم احنا سمعنا ان جوجيور رجع وانه كان موهبه جامده جدا وكنا عايزين نضمه لينا في عشيره تانج، بس انتوا وديتوه لطائفه هوا. ده موهبه جامده والعشائر بتتخانق عليه، حكم والله. المهم كالعاده الواد يبجح ويقل ادبه، فيطلع له الخلوق المحترم صاحب القيم والمبادئ يديله اللي فيه النصيب، وبعدها يطلع جوجيول ويديله برضه اللي فيه النصيب بس بطريقه مختلفه، ويرجع تاني تشونج ميونج ما هم كانوا بيخمسوا عليه، المهم يعني يديله اللي فيه النصيب بس المره دي بجد. وبسبب ان تشونج ميونج ما قاسيش على عشيره تانج تحديدا دونا عن باقي العشاير والطوائف، ده لان صديقه المفضل واللي كان بيقاتل معاه في حادثه تشونما والطائفه الشيطانيه كان من عشيره تانج، واللي هو تانج بو، ووصاه قبل ما يموت انه يخلي باله من عشيره تانج من بعده. المهم يعني بعد الحدث ده بيجي رئيس عشيره تانج عايز يشوف الضجه على تشونج ميونج وتنين طائفه هوا والكلام ده كله، وهنا طبعا تشونج ميونج حلبه شخصيا واستفزه لاقصى درجه عشان يخلي التحدي انه يستحمل 10 هجمات وفي المقابل يحقق اي حاجه تشونج ميونج يطلبها منه، ويعتبروا بعض اصدقاء. وفعلا ابننا الخلوق قدر يعمل كده، ومش كده وبس، لا زي ما انت شايف كده، هو بعدها اتصاب اصابات خطيره وعشيره تانج قرروا ان هم يعالجوه، وبعد ما فاق من الاصابات كمل حلب في عشيره تانج وخد منهم الغالي والنفيس حرفيا وعاملهم معامله زباله. حصل بعد كده معركه بينه وبين واحد من شيوخ عشيره تانج اللي ما كانش عاجبه الموضوع، وكالعاده برضه تشونج ميونج هانه، وفي الاخر بيبعت زعيم عشيره تانج لطائفه جبل هوا عشان يكمل علاقات الصداقه مع زعيم الطائفه، وبيكمل تشونج ميونج وباقي الشباب طريقهم ليونان عشان يجيبوا العشبه البنفسجيه. وهنا بينتهي الموسم الثاني من المنهوى. تقدر من هنا يا معلم ترجع تكمل الفصول اللي نزلت وبدايه الموسم الثالث. وبس هو ده الركاب في النهايه، زي ما قلت لك ده مجرد ركاب سريع للناس اللي شافوا المنهوى، انما اي حد ما شافش المنهوى فبجد يعني اديها فرصه مش هتندم نهائيا. المنهوى من اول فصولها وهي ماشيه على مستوى ما قلتش عنه نهائي من اول فصل لاخر فصل، وتشونج ميونج اكاد اجزم ان انت هتحطه في لستة الشخصيات المفضله بتاعتك. اي نعم عوده طائفه جبل هو مشهوره جدا، بس ممكن يكون في حد ما يعرفهاش، فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اديها لك ترشيح مضمون جدا. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.